والنبي صلى الله عليه وسلم لما حجة الوداع قال لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى حديث من سمع الله به ومن راى يرائي الله به. كم من الناس من قبل الحج يعلن في وسائل التواصل الاجتماعي وعند القريب والبعيد سأذهب للحج، لا لشيء من أجل أن يدعو له بالتوفيق أو نحو ذلك، لكن من أجل أن يخبره أنه سيذهب للحج. ثم من أول ما يصعد الباص في بلده أو يركب الطائرة إلا ويبدأ بالتقاط الصور والنشر إلى مكة والحافظ الله في ضيافة الرحمن ونحو ذلك، كلمات فيها تزكيات وكلمات فيها ما فيها. وإذا أحرم لبس الإحرام صور، وعند التلبية، وإذا وصل إلى مكة، وعند الطواف، وعند السعي، وعند الحلق، عند الصلاة صور يلتقطها لنفسه. بل بعض الناس يطلب من غيره أن يصوره، يتجه إلى الكعبة والمصور يصور من جانب بحيث يكون إلى الكعبة، وربما كان ظهره للكعبة ووجهه للمصور رافعا يديه، والمصور يصور للخلف در الكعبة خلفك، الكعبة خلفك، أين أنت؟ قاتل الله الرياء، قاتل الله الرياء، نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الإخلاص. وما يدعو بس يرفع يديه كذا يتظاهر بالدعاء من أجل أن يرسل إلى بلده انظروا هذا يدعو هذا خاشع. وبعد ذلك إن ذهب إلى منى، إن ذهب إلى عرفة، إن ذهب إلى المزدلفة، إن رمى الجمار، هات يا صور، هات يا نشر. أين الإخلاص لله عز وجل؟ لله عز وجل.